رايح فين؟ مطرح ما كنت. هتسافر قبل ميعادك؟ اعمل ايه؟ انت كنت راجع عشان اشوفها، جيت ما لقيتهاش. مير، انا محتاجه لك ما تسيبنيش. هو اللي محتاج حد يكذب عليه؟ يكذب عليه؟ انا قلت لك الحقيقه. أنهي حقيقة؟ حاني سرقت جوزك عشان مصاريفك الشخصية؟ فاكر إن عيل صغير هتكلفتيني بكلمتين؟ اديتي الفلوس فين؟ وديتيها فين؟ انا قلت لك وديتها فين؟ أنا فتشت دولابك، لقيت هدومك هي. ما اشتريتيش حاجة ولا حتى دهب. فين الفلوس يا مريم؟ فين؟ معرفش، معرفش. ما تعرفي وبيكلميني عشان لو ما عرفتيش هتبقى دي النهاية. اتفضلي ادخلي. عاجبك كده؟ ادينا رجعنا من عندها قفانا يقمر عيش. مبسوطه طبعا انت دلوقتي. ويقمر عيش ليه؟ هو انت كنت عايزاني اسيب اختك في الظروف اللي زي الزفت دي؟ دي طردتنا من بيتها ولا انت مش واخده بالك؟ يبقى انت يا اختي مش عارفه اختك لغايه دلوقتي. اختك مش عايزه تبان انها ضعيفه قدام اي حد، عشان كده قالت لنا انها كويسه وزي الفل، وعشان احنا نطمن ونمشي. هو انت اللي كل حاجه بتبررها لها يا ماما؟ لا، لازم اتعامل بسوء نيه زي حضرتك. ازيك يا صالح، اخبارك ايه؟ اهلا اهلا يا دكتوره، ايه النور ده؟ ربنا يخليك، انت كويس؟ الحمد لله. واخبار حسن باشا ايه؟ حسن باشا كويس الحمد لله. انا كنت عايزه اغير عربيتي يا صالح. تحت امرك، والمعرض كله بعربيات تحت امرك، ولو عايزانا كمان ناخد العربيه القديمه ونبدلها لك وتدفعي كاش او نقسطها لك مفيش مشكله. لا انا هدفع كاش، انا ما بحبش القسط، ويا ريت طبعا تاخد العربيه القديمه يبقى احسن برضه. مفيش مشكله وتحت امرك برضه. خلاص اوكي، ثانيه واحده. إيه؟ ايوه يا حسني، صباح الفل يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي، انتي اللي عامله ايه؟ انا في اجانس العربيات بنقي عربيه جديده. عايزه اغير عربيتي، بيني وبينك عايزه اغير حياتي كلها. لا بقول لك ايه، غيري حياتك زي ما انتي عايزه، بس انا اللي هشتري العربيه دي. والله بس كده من عينيا. يا سلام، ما تغلاش عليك يا حبيبتي، ده انا اديها لك وفوقيها بوسه، وانا عندي اغلى منك؟ ميرسي يا حبيبتي. طب خلاص لما اجيلك نتكلم. خلاص اوكي، يلا باي. معلش يا صالح، عربيتي جالها زبون، صاحبتي الانتيم ما اقدرش ارفض لها طلب. ولا يهمك يا دكتور. تمام، تعالى بقى نشوف عربيه جديده ناخدها. طب اتفضلي، في جوه حاجات جديده. يلا اتفضلي يا دكتور.
الو، لو سمحت عايز تذكرة على بزوري اول طياره باسم نائل ابراهيم دسوقي. شكرا. صباح الخير. هاي سناء، ايه الاخبار؟ في 3 حالات وصلوا يا فندم. تمام، اوكي. بس بس ايه؟ في ايه؟ في واحدة بتقول عايزة حضرتك في موضوع شخصي مهم جدا. شخصي؟ ما قالتلكيش اسمها ايه؟ اسمها مدام بسمة. خليها تدخل، بس فهميها ان انا مش هقعد معاها كتير، انا عندي شغل كتير قوي. حاضر يا دكتور. مدام بسمة اتفضلي. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. ايه؟ انتوا متوا كلكم ولا ايه؟ وانت جايه النهارده عشان تقولي لي الكلام ده؟ انا ست زيك يا دكتوره راجل، وعارفه كان احساسك ايه يوم لما جيتي عندنا الشقه واكتشفتي ان انا وحسن متجوزين. انا والله من يوميها ما بنام، لان ما احبش اكون سبب في اذيه حد او جرحه. يا سلام، وانت لما اتجوزتيه ما كنتيش عارفه انه متجوز؟ كنت عارفه، هو قال لي، بس صدقيني انا ما كانش ينفع اقول له لا. ليه؟ ماسك عليك الذله؟ لا خالص، انا اللي كنت بمر بظروف ربنا ما يكتبها على حد. انا مش عايزه اشغلك بتفاصيلها، بس انا ما كانش عندي غير اختيارين، يا اما اتجوز حسن يا ترمي في الشارع. حسن كان الاشياء اللي انا اتعلقت فيها، بس صدقيني لو حكيت لك ظروفي هتعرفي ان انا كنت مضطره. وحسن كان واضح معايا من البدايه وقال لي ان الجوازه دي عشان الخلفه وبس، وانه بيحبك جدا، وانا قبلت بكده. انت جايه النهارده عايزه مني ايه؟ تسامحيني وتسامحيه، وانا والله مستعده اخرج من حياته حالا لو تحبي. بصي، اذا كان عليكي انا مصدقاكي وحاسه انك صادقه، انما بالنسبه لحسن، حسن بالنسبه لي خلص. انا ما ينفعش اعيش مع واحد فقدت الثقه فيه. يعني مفيش امل؟ تشغليش نفسك بيا، انا ست قويه وبعرف امتى اقف بعد ما اقع.
واكمل عادي. انا بس عايزه منك حاجه. انا عارفه ان حسن ممكن يغزلك في يوم من الايام، ده متوقع جدا منه. عشان كده لو عوزتي اي حاجه كلميني على طول. احنا ستات زي بعض زي ما قلتي، وفي الاخر ملناش غير بعض. انا مش عارفه اقول لك ايه. انتي انسانه جميله قوي. شكرا. انا مش عارفه اروح السحر والجمال ده ازاي. انا حاسه ان هم هيعملوا فيا حاجه، وكمان الزفت اللي قافل تليفونه ده. انت فين يا زفت انت؟ انت عارف ان انا كنت اروح في 60 داهيه بسببك؟ طب بقول لك ايه، عايزاك تسيب لي الحاجه تحت الدواسه زي كل مره. ايوه، هحولهم لك زي كل مره. يلا اخلص. سلام. يا قلبك، وما طردتيهاش من العياده؟ واطردها ليه؟ على فكره دي غلبانه جدا. طب عايزه افهم، يعني اتعاملتي معاها ازاي؟ قعدتي تاخدي وتدي معاها كده في الكلام كانها صاحبتك؟ يا ستي مش قصه صحاب، قصه ان الواحد في الاخر لازم يبقى بني ادم. وانا بصراحه صدقتها وصعبت عليا، مش اكتر من كده. وعلى فكره بقى، هي واضح انها اتظلمت اكتر مني بكتير. يا برود اعصابك. بقولك ايه، انا مش ناقصه وجع دماغ اكتر من كده. خلاص اللي فيا مكفيني. الموضوع خلص خلاص. انا كلمت حسن بعد ما نزلت من عندي. ها، وبعدين؟ هيبعت لي ورقه الطلاق. يعني خربتي بيتك بايديكي؟ انتي بتستهبلي بقى؟ انا برضو اللي خربت بيتي بايدي؟ يوه ماما، بصي بقى هتسمعني نفس الموشح اللي انتي بتقوله لي دلوقتي. طيب يا حبيبتي ردي عليها. انا لا هرد ولا هتنيل ولا عندي طاقه اتكلم في الموضوع ده تاني. خلصنا. طب بقول لك ايه بقى، هاخد منك العربيه امتى؟ اوكي يا جماعه، كده احنا كلنا فهمنا فيز 1 صح؟ طيب دلوقتي بقى هنفهم الفرق ما بين دورة حياة الموظف ودورة حياة النتورك. اوكي؟ ثانية واحدة بس. ثانية واحدة. الو؟ ايوه يا شريف. وصلت؟ طيب ماشي، انا بس معايا كلاينتس، اديني 10 دقايق بالظبط واطلع لك. اوكي؟ مش هتأخر. طيب ماشي، باي باي. سوري يا جماعة، انا اسفة. حد عنده اي اسئلة قبل ما نبتدي؟ اوكي.
ايه اتأخرت عليك؟ لا لا ولا يهمك حبيبتي. ها عملتي ايه؟ عيب عليك بقى. ايه كام واحدة يدخل؟ كم واحد ايه يا ابني؟ كلهم هيدخلوا. يا بنت اللعيبة ده انت طلعت حكاية كبيرة. تلمستك يا باشا تلمستك. بقول لك ايه؟ انت لازم تبقى معانا في طلعة اسكندرية. السوق هناك جامد قوي وعاوزين نعمل احلى شغل. اسكندرية؟ مستحيل ماما يا ابني تسيبني اروح اسكندرية لوحدي. ايه الجو الضيق ده؟ انت لسه طفلة ولا ايه؟ طفلة؟ ايوه انا بالنسبة لها طفلة، نمو يوقف عند 12 سنة بالنسبة لها. طب يلا بنشوف الموضوع ده بعدين. خلاص في ايه يا ابني؟ هو انت مالك قفشت كده ليه؟ خلاص هحاول والله اوعدك. طب يلا يلا يلا. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ ماتت يا دكتور. هي مين اللي ماتت؟ رشا صاحبتي وفردوس. وهي فين دلوقتي؟ رميتها في الصحراء على طريق الإسماعيلية، في حتة قريبة من مكان بنسكور فيه اسمها السحر والجمال. رميتيها؟ الله يخرب بيت ام السحر والجمال اللي طالعه لي زي العفريت في كل حته. انت عرفك انها ماتت؟ من أول ما اديتها الجرعة فقدت الوعي وما بقتش تتحرك خالص. طب قومي معايا قومي معايا. على فين يا دكتور؟ هتعرفي بعدين، قومي معايا مفيش وقت نضيعه. اوعي تكوني تسلميني البوليس. يا ستي بوليس ايه دلوقتي؟ مش وقت الكلام ده، اتفضلي. في ايه؟ رائف خضتني. بابا عامل ايه؟ خلاص يا حسنى، اتأكدت ان ابويا خلاص هيفضل عاجز طول عمره. الدكاترة اكدوا لي انه الامل بقى ضعيف قوي، مش هيقدر يمشي على رجل تاني. ما تقولش كده، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله ونعم بالله. انا حاسس ان انا في كابوس يا حسنى، كابوس مخيف ومش عارفه افوق منه. ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده. رائف، بابا لازم يشوفك كويس وبتضحك قدامه. صدقني هو ده اللي هيخليه يخف بسرعة. انا كل اللي شاغل بالي ازاي اعرف اجيب له حقه بايديا. خبر اسود، انت جننت، انت عايز تودي نفسك في داهية. لو انت عملت كده يبقى البوليس هيعمل ايه؟ البوليس يعمل اللي هو عايزه، المهم انا اجيب له حقه بايديا حتى لو كان التمن ده موتي. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. اهدى عشان خاطري اهدى. ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة، ويا سيدي فكر فيها على الأقل. صعب يا حسنى، انت بتطلبي مني المستحيل. يعني ايه هضحك في وش ابويا وهو مشلول؟ طب هو يقول عليا ايه من جواه؟ ده انا مش حاسس فيه. رائف، انت عارف كويس قوي ان بابا روحه فيك. لو حس ان انت مهموم ومتضايق هيحس ان هو بقى تقيل عليك، وصدقني ده ممكن يأخر في علاجه، لو لا قدر الله يحصل له اي حاجة. وانا برضه غصب عني، انا عندي حالة يأس غريبة. حتى لما قلت للدكاترة ان انا اقدر اسفره بره قالوا لي ملوش فايدة، مفيش جديد هيحصل. طب تصدق بقى ان انا متفائلة وحاسة انه ان شاء الله هيخف. طب انا هحكي لك قصة عمتي خبطتها عربية، الدكاترة اللي بيعالجوها قالوا مستحيل انها تخف، وانت عارف ان الطب ساعتها ما كانش متطور زي دلوقتي. بعديها بفترة كده لقيناها ابتدت تتحرك لدرجة انها بقت بتجري معانا كمان. عارفة يا حسنى انت مشكلتك ايه؟ ايه؟ انك طيبة قوي ومتعرفيش تكتبي. بقى كانت مشلولة دخلت معاكوا سبب وانت مالكيش عامة اصلا. طب عامل ايه بس؟ ما انا عايزاك تضحك بقى. متشكر يا حسنى قوي. وقفتك جنبي دي بالدنيا. ربنا يخليك. الاخبار راجيه ايه؟
يا نهار ابيض. بس خلاص خلاص ايه يا نهار ابيض؟ لا مفيش حاجه يا فندم. انت لا، ايه يا خش اخي؟ جوه خلاص. انت ايه؟ بس يا ستي اهدي في إيه؟ اهدى ايه وزفت ايه؟ انا في الشارع. لا مفيش حاجه يا حاج، مفيش حاجه. لا مفيش حاجه، دي بسيطه اهي. سكت يا رائف. ممكن تهدي شويه وتحاولي تفتكري ستي صاحبتك فين؟ من فضلك اهدي، حاولي تفتكري بقى. انت مش هتحبسيني صح؟ يا ستي والله ما هتنيل احبسك. عمرك شفتي دكتوره بتحبس العيانين بتوعها؟ المهم دلوقتي نلحق الغلبانه دي قبل ما تروح مننا ونروح كلنا في 60 دقيقه. بس انا خايفه قوي. معلش انا كمان مرعوبه، بس ان شاء الله ربنا هيستر. حاولي بس تفتكري. وديتي رشا صاحبتك دي سبتيها فين؟ مش فاكره. من فضلك اهدي، من فضلك اهدي. مش فاكره. بصي ايوه هي واخده لوحه الاعلانات اللي هناك دي. تمام. بصي خشي من كده. تمام زي الفل. اهدي بقى وما توترينيش من فضلك. اهدي. اكيد مش هتموت. لا ان شاء الله. لا ربنا هيستر. يا رب. مش هتحبسيني يا ستي والله ما هحبسك، صدقيني. ثقي فيا شويه. وليد، ايه في ايه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ لا بس انا كنت فاكرك نايمه، يعني ما عفريت الا بني ادم طبعا. دفعت اشتراك الجيم؟ شوفي انا عمال اقول انا ناسي ايه من الصبح، افتكرت اول ما انت قلت دلوقتي حاجه. ليه؟ ما شفتش المسج اللي بعتها لك؟ انت بعتي لي حاجه؟ انا ولا شفت حاجه خالص. يا سلام، ليه ما مسكتش تليفونك؟ بقول لك ايه بصراحه كده، انا ما كانش معايا فلوس النهارده. ليه؟ وديت فلوسك فين؟ على القمار. بلاش الهزار البايخ ده، انا نفسي اعرف بجد انت بتودي الفلوس فين؟ رحت دفعت القسط بتاع الاجهزه الطبيه اللي جبتها جديده في العياده. وانا مالي ومال الاجهزه الطبيه بتاعت العياده عندك؟ يا سلام، مش العياده دي اللي بتاكلنا عيش اصلا؟ عيش؟ هو اللي احنا بناكله العيش الحاف ده عيش؟ كل ده بقى عيش حف. كتر الف خيرك يا ستي. انت بكره تسيب لي الكريدت كارد بتاعك. مش هينفع، الكريدت بتاعتي في الانعاش يا ستي، وحالتها صعبه قوي قوي، وندور على اي كيس فلوس عشان ننقل لها يعني فلوس، بس فصلتها نادره مفيش. ايه اللطافه دي؟ طب انا مالي بقى؟ انا عايزه ادفع اشتراك الجيم. يا ستي حاضر، اصبري عليا بس يومين وهدفعهولك. يوه اديني صابره. انت من اهله حبيبتي، من اهله يا قلبي. شيلي معايا على المستشفى يلا. اهدي بقى ما توترينيش. شيلي. مش هتموتي يا دكتوره. خلاص الله يخليك يا شيخ. دكتورة راجية، ايه اللي جاب؟ ايوه يا رائف، انت فين؟ عند جورج؟ طيب انا جاي. انا لا انا اللي حاجه، انا خليك زي ما انت. الراجل الفشار اللي عندك ده وحشني قوي. اوصل حضرتك يا فندم؟ لا روح اركن العربيه وروح انت، انا هتمشى شويه. اتفضلوا يا شباب، الاكل جاهز. سياده المستشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق. حبيبي عم جورج.
رد عليا يابا، رد عليا، رد عليا، رد عليا عشان خاطري. اهدى يا ابني، باذن الله خير. يا رب، يا رب يا عم جورج. انا اول ما سمعت ضرب النار قلت اكيد بابا. ان شاء الله خير. يا رب يا وليد. اكيد اللي حصل ده ليه علاقه بقضيه عماد وصفي. انا قلت له ما تقفش قدام الراجل ده. الموضوع يوصل للقتل، هو في كده؟ يا جماعه مش عايزين نجزم الموضوع بالطريقه دي. استاذ ثابت محامي مشهور وكبير جدا، يعني عنده قضايا كبيره وتقيله قوي في البلد، واكيد ليه اعداء كتير. معلش، هو الحقاني دايما كده. ايوه، ربنا بس يطمنا عليه، ربنا يطمنا عليه. ان شاء الله. بابا 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 انت كويس؟ دكتور ايه الاخبار؟ مش هقدر اقول لك اي حاجه دلوقتي، مفيش حاجه هتدل بعد 48 ساعه. يعني ايه؟ يعني نقول ربنا يسهل ان شاء الله خير. يا رب 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 ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. شاكر ليكوا قوي يا جماعه، معلش تعبتكم معايا النهارده. ايه يا عم رائف اللي بتقوله ده؟ انت هتزعلنا منك، احنا اخوات يا اخي، لو قلت الكلام ده تاني بجد اقفل منك. ثابت ده اكتر من اخويا، ربنا يقومه بالسلامه. ما تقلقش، ان شاء الله هيبقى زي الفل. يا رائف لو احتجت اي حاجه مش محتاج اوصيك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. السلام عليكم. مع الف سلامه. ألف سلامة على بابا. الله يسلمك يا حسنى. طمني، الدكاترة قالوا إيه؟ الدكاترة ما قالوش حاجة، في حالة تعتيم غريبة كده، حتى ما رضوش إن أنا بات معاه النهاردة في المستشفى. معلش، إن شاء الله خير. يا رب. ألف شكر يا حسنى. اخص عليك يا رأفي اللي أنت بتقوله ده، تشكرني على إيه؟ أنت عارف عم ثابت قد إيه أنا بحبه وبعتبره زي بابا بالظبط. عارفة يا حسنى، اللي حصل ده كسر لي ظهري. أبويا كان كل حاجة في حياتي، كان ظهري وسندي. ما تقولش كده،
خلي املك في ربنا كبير. ايه يا وليد؟ انكل ثابت عامل ايه؟ ممكن ثابت تعبان قوي. انا كدكتور بقول لك ان مكان الرصاصه كده في الظهر في منتهى الخطوره. يعني ايه مش هيعيش؟ ربنا يديله طول العمر، بس حتى لو عايش ما تتوقعيش يعني ان هو هيعيش طبيعي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ورائف عامل ايه؟ رائف تايه، تحس كده ان هو مش شايف اي حد حواليه. طبعا يا حبيبي، ما هو انكل ثابت هو اللي له في الدنيا. بقول لك ايه، دول 3000 جنيه ايراد العياده امبارح والنهارده، طلع لي منهم 2000 وحطيهم في ظرف عشان بكره وانا نازل اعدي ارفع قسط العربيه. طب يا حبيبي اطلع انت غير لحد ما اجهز لك العشاء. انا خلصان اصلا. اخصى عليك يا راجل، بقى كل ده يحصل وما تكلميناش تبلغينا؟ لا انت بتهزري يا بنتي. ما بسألش ايه بس، والله انت لو تعرفي انا كل يوم مقتولة ازاي. برجع من البنك مش قادرة اتحرك، بفضل قاعدة على الكنبة قدام التلفزيون. انا حتى مش عارفة اساعد ماما في شغل البيت خالص. ما انا قلت لها هجيب لك شغالة بس هي مش عايزة. المهم سيبك انت بقى، هتعملي ايه مع حسن؟ ايه هتطلقي؟ لا يا شيخة اعوذ بالله. طب اهدي طيب اهدي بس. طب اهدي عشان نقدر نتكلم. طب استني، طب اسمع. في ايه؟ مين ده اللي هيطلق؟ طب ثواني هكلمك تاني. مين ده؟ مفيش يا ماما مفيش. انت قلت في طلاق، مين اللي هيطلق؟ راجية بنتك اللي هتطلق. يا مسابسي يا حبيبتي يا بنتي. ايه يا حبيبي انت نازل ولا ايه؟ يا حبيبتي. رايح فين؟ يعني مشوار كده، الاهلي صحابي باعتين معايا هدايا وفلوس. ده انت هتتأخر بقى على كده. ايه؟ اوحشك. هتوحشني اكيد. انا عن نفسي مش عايز اتاخر خالص، عايز اقعد هنا، بس انت عارفه بقى زحمه تحت وكده يعني. ماشي يا حبيبي، روح وترجع بالسلامة. خلي بالك على نفسك. انت كمان. مش عايز حاجه ولا لا؟ عايز سلامة. ايوه يا هند، تعالي دلوقتي حالا. ايه دول؟ ما انتيش عارفه ايه دول؟ مفيش مصري. جرى يا هند في ايه؟ بتعدي على اي صرفه وانتي ماشيه وتغيريهم. ماشي، انا هاخد الواد عمرو ونطلع بالليل على السحر والجمال نجيب التموين. اهم حاجه تعدي عليا بالليل. ليه؟ انت معاكي تموين يكفيكي يومين. يا ستي انا بحب امن نفسي، محدش ضامن الظروف عامله ازاي. ماشي، بس تقولي لي قلتي ايه لجوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي؟ ايه يا علي الاخبار؟ طمني. تمام يا حسام باشا، كله تحت السيطرة. تحت السيطرة ايه بس وزفت ايه؟ وبتوع السحر والجمال طايحين ولا حد عارف يلمهم. ما انت عارف يا حسام باشا النظام. يا باشا لا نظام ولا زفت، البلد لازم تنضف من الاشكال دي وانا هنزل انضفهم. يا حسام باشا ما انت عارف الاوامر. يا بلا اوامر ولا غيره. انا اتكلمت مع اللواء رفعت الهواري وهو كمان مش عاجبه الكلام ده، واداني كارت بلانش قال لي اتصرف. وانا بقى لازم انزل بحمله وهجيب العيال دي يعني هجيبها. باشمهندس رائف. رائد منتهى السيوفي، مباحث عامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا طبعا مقدر قلق حضرتك ومقدر اللي انت فيه جدا، بس احنا دلوقتي قدام قضيه شرف في قتل لواحد من اهم محامين مصر، فكنت حابب اعرف من حضرتك بس بتتهم حد معين؟ والله يا فندم انا ما عنديش دليل عشان اتهم حد، لكن كل الناس بتربط عماد وصفي باللي حصل لوالدي.
عماد وصفي بره البلد بقاله اسبوعين واحنا ما عرفناش نستجوبه برضه. حضرتك يا فندم سيد العارفين، محدش من الكبار لما بيعوز يعمل حاجه بيروح يعملها بايده. يعني عماد وصفي مش هيجيب مسدس ويضرب ابويا بالنار قدامي. يعني كلامك منطقي يا هندسه، بس انا حابب اوعدك ان اول ما هيوصل هنستدعيه ونستجوبه. ده لو رجع. هيرجع، عشان هو لو ما رجعش هيبقى بيثبت الموضوع على نفسه. مش القضيه دي بس، وقضايا تانية كتير. يا باشمهندس، القضايا اللي عليه دي مش قضايا جنائيه، دي قضيه تعويض. 24 ساعه في النيابه، ده لو راح النيابه اصلا وهيخرج. اهم حاجه عندي دلوقتي مفيش حد تاني غير عماد وصفي انت بتتهمه. في الحقيقه ما اعرفش. ما تعرفش؟ ايه يا هندسه؟ انت مش عايز تعرف مين اللي حاول يعمل كده في والدك؟ مش عايز اعرفه. ده انا لو طلته هاكله باسناني. لا ما توصلش لكده. امال انا لازمتي ايه برضه؟ اوعدك ان انا هجيبه وهجيب لك حقك تالت ومتلت. تمام يا فندم. طبعا انا متشكر لحضرتك جدا. استاذنك دلوقتي بس عشان اروح للدكتور، انت عارف الحاله يعني. طبعا هندسه، اتفضل وهنتقابل تاني ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. بسرعة شوية يا حمدي. اكتر حاجه بحبها فيك يا استاذه انك عرفتيني يعني ايه اجري على اكل عيش. يا حبيبي بسرعة شوية بقى، كده مش هنلحق. نلحق ايه؟ يعني مش الحادثه حصلت خلاص؟ يعني لما نروح بدري هنشوفها من اولها يعني؟ يا ابني ما انا قلت لك 100 مرة تخس، مش ناقصاك بقى على الصبح. في ايه يا حمدي؟ انت زعلت؟ لا كنت باخد نفسي. يلا يلا عشان نلحق الحادثه، يلا بسرعه بسرعه. يا رب يا رب. حاضر حاضر. بتدور هي بتدور. ما اخبيش عليك يا استاذ رائف، الرصاصه اللي اصابت ولد حضرتك في ظهره جت في منطقه شديده الحساسيه في النخاع الشوكي. يعني ايه؟ احنا بنعمل كل ربنا قدرنا عليه، بس ان والدك يرجع يمشي تاني زي الاول العمل ضعيف جدا. انت بتقول ايه يا دكتور؟ يعني مش هيمشي تاني؟ طب احنا ممكن نسافره في اي حته في العالم، مش مهم الفلوس، بس يمشي. صدقني يا استاذ رائف، لو في اي حته فيها علاج لحاله والدك او يقدروا يعملوا حاجه اكتر من اللي احنا بنعملها انا كنت قلت لك وكنت سافرت معاه بنفسي. اللي انا بقوله لحضرتك ده راي الطب، مش عايزين ننسى ان ربنا دايما قادر على كل شيء. ونعم بالله. شكرا يا دكتور. شكرا. طمنيني على انكل ثابت، اخباره ايه دلوقتي؟ انا لسه كنت بكلمه في التليفون، قلت اعدي عليه قبل ما اجيلك. قال لي مش هينفع، انا رايح المستشفى. قلت له طب وحياتك تبقى تطمني. ربنا يستر، حالته كانت وحشه قوي امبارح. والله يا حبيبي صعب عليا قوي قوي. الا قولي لي يا رجل، انتي قلتي لمامتك واختك على اللي حصل مع حسن؟ قلت، ويا ريتني ما قلت. ليه؟ خير في ايه؟ هينطوا يجوا لي هنا دلوقتي. لا طبعا ده طبيعي، مش لازم يقفوا جنبك. انا لا عايزه حد يقف جنبي ولا عايزه حد يقف ورايا، انا عايزاهم يسيبوني في حالي. ودلوقتي زمان ماما كلمت حسن وهتجيبه على ملا وشه ويقعدوا يعملوا في حوارات ملهاش اي 30 لازمه. انا مش فاهمه انتي مال دماغك ناشفه كده ليه؟ دماغي ناشفه في ايه بس؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اقول له تمام اتجوزت، تمام عادي انا مسامحاك مفيش اي مشكله، ولا اقول له هات مراتك وابنك وتعالوا عيشوا معايا؟ ايه الاوفر اللي انتي فيه ده؟
انا ما قلتلكيش ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي، وبعدين الراجل عنده استعداد انه يطلق مراته ويجي يعيش معاكي يا ستي. هو انت اخر مره اتكلمتي معاه امتى؟ انا ما اتكلمتش معاه. يعني انت جايبه الكلام ده من نفسك؟ لا، انت اللي قلتي لي الكلام ده. حسنى بلاش لف ودوران، انا عارفاكي كويس. اخر مره اتكلمتي مع حسن امتى يا حسنى؟ ده رائف، استرها يا رب. ايوه يا رائف. ايه في ايه مالك؟ طب اهدى شويه، اهدى عشان افهم. في انت فين؟ باشمهندس رائف يا جماعه كده. باشمهندس رائف باشمهندس رائف في مين في محاولة قتل والدك؟ هل فعلا عماد وصفي ليه يد في الجريمة دي؟ عايزين نعرف حالة المستشار ثابت استقرت ولا لسه؟ رد على البنت، رد على البنت. اسمع يا رائف يا ابني، احنا ممكن نكلم ماركو في امريكا ونبعت له الاشعاعات والتقارير وهو يعرضهم هناك. والله يا عم جورج الدكاترة قالوا انه السفر بره مش هيعمل اي حاجة، مش هيبقى فيه جديد يعني. طب ما نجرب يا رائف، احنا هنخسر ايه؟ انا رايي كده برضو عشان نبقى عملنا كل حاجه. والله انا الدنيا اسودت في عينيا خالص، دماغي اتشلت عن التفكير، مبقتش قادر افكر ولا حتى اخد قرار. يا ابني انت راجل مؤمن، ربنا بيقول في القرآن الكريم إن الله مع الصابرين. ونعم بالله. وفي الإنجيل لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا منعتم مشيئة الله تنالون الموعد. إن شاء الله الأزمة دي هتعدي على خير. ان شاء الله خير. اتفضلي يا حبيبتي. تسلمي يا قلبي. انا مش فاهمه بس والله يا ماما، انتوا ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابنا؟ معقوله امك تسيبك في الظروف زي دي؟ ايه بس الظروف اللي زي دي؟ ما انا زي الفل اهو قدامك، ما فيهاش حاجه. لا انت مش زي الفل، انت بس السكينه لسه سرقاكي. طب انت عارفه انا اصحابي في البنك بقول لك قالوا ايه لي يا هدى، انا ماليش دعوه باصحابك يا ماما، ما تقعديش تحكي لي على صعبانيات، انا مش ناقصه. شفتي مش قلت لك اللي في دماغها هتعمله اختي وانا عارفاها. عارفه مين ولا مش عارفه مين؟ انا خلاص كلمت حسن وقلت له تعالى ونتفاهم بالراحه. ليه كده يا ماما؟ ليه عملتي كده؟ لا طب ايه رايكم بقى؟ انا هخرج دلوقتي ومش هرجع غير وش الفجر. ها ايه ده؟ الحقيقه المجنونه بنت المجنونه دي. راجيه ما لحقتهاش. ده انت حته بت. اهلا وسهلا يا باشمهندس، ده اخويا مصطفى بيقول لي انك انت هو اكتر من الاخوات. مصطفى ده عشرة العمر، هو اللي مهون عليا السفر، اخلاقه عاليه جدا. بعد ما شفتك وشفت العيله هو يعني ما جابوش من بره، سماهم على وجوههم. الله يخليك يا باشمهندس، ده بس من كرم اخلاقك. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي والله، انا لسه جاي من مشاوير كتير، انت عارف بقى الزمال في السفر، خد وهات واشحن موبايلات على بلاي ستيشن يعني. ربنا يجازيه خير يا باشمهندس، بس برضه لازم تشرب حاجه. بص دي احنا عندنا بن بقى، ما تقولش لعدوك عليه. اشكرك جدا يا درش، خد بقى عد دول. معقول برضه يا باشمهندس؟ ده كلام برضه؟ بامانه يا مصطفى عد. يا سيدي في بيتها. عد يا درش. خلاص ما انا وانت مسامح، عامل ايه؟ خير يا مصطفى، في حاجه؟ هو الحقيقه اصل مصطفى كان قايل لي اني بعت 10000 درهم ودلوقتي 5000 بس. انا ما فتحتش الظرف والله، انا زي ما اداهولي جبتهولك. احنا نكلمه يعني. ما قدرش. انا في بيتك هنا في مصر، اخوك معك اهو، كلمه. الو يا مصطفى حبيب قلبي، عامل ايه؟ وانت بعت فلوس كام؟ 10000؟ ماشي يا اخويا، المهندس ناير معاك. درش. لا غلط عندنا، اكيد في غلطه. بكره الصبح ان شاء الله المبلغ هيكون معاه. مع السلامه.
انا اسف جدا، ان شاء الله بكره الصبح المبلغ كله هيكون معاك. لا مفيش حاجه يا باشمهندس، واي وقت حضرتك فاضي بقابلك في حته اخد بقيه الفلوس، ما تشغلش بالك. ماشي، انا اللي هجيلك، انت مش هتجيلي، الفلوس كلها هتكون عندك. طب عشان خاطر اعمل لك فنجان قهوه على مزاجك. ماشي. ازاي؟ انا ما فتحتش الظرف، معقول يكون مصطفى غلط، بس ازاي؟ ممكن يغلط في 100 200، انما 5000 درهم موقف سخيف كنتش اتخيل ان اتحط فيه، حاجه تجنن. ازاي ده حصل؟ الف شكر يا عمنا. العفو يا باشا، تحت امرك. ايه تمام؟ زي الفل. طيب يلا بينا على السحر والجمال. لا بقول لك ايه، انا مش عايز اروح المشوار ده. ليه؟ مقلق نتمسك في الكمين ولا حاجه. في ايه يا ابني؟ احنا رايحين بعربيتي مش بعربيتك، وبعدين انا كنت راكبه ورا ما حدش شافني اصلا، وانت لابس اهو كاب ونضاره، في ايه؟ في ان الفار اللي عمال يلعب في عبي بينط لبره من كتر ما انا مقلق من الحوار ده يا هند. هتجمد قلبك كده يالا، في ايه؟ انت بقيت عيل سيس قوي كده ليه؟ سيس؟ انت قديمه قوي. عموما يا ستي انا بقى سيس بجد لو ما جيتش النهارده البيت وطلبت ايدك من انكل. فكك بس من انكل دلوقتي، الاصطفايه اللي هناك تستاهل المغامره. رغم ان انا مقلق بس ماشي. دولاب مرعي شمال. وش شمال. مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حاجتك الحلوه يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ ايه يا عم مرعي؟ انت مفيش مره تيجي كده لوحدك؟ عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا بقول لك يا عم مرعي بلاش ايه بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس اقف قبل ما يجري اجري يلا. انت ولا اقف ولا اتحفظي على قلبي. وراه. أنا من ساعة اللي حصل وأنا بشرح لراجية إني ما كانش قصدي أخونها أو أحب واحدة تانية عليها. أنا كان كل غرضي إن أنا أخلف وبس، وخبيت عليها لأني بحبها، ما كنتش عايز أجرحها. وهو في جرح أكتر من إن الست تتخان؟ إنها تعيش عمرها كله مغشوشة في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجأة تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. إنه يضحك عليها كل يوم بحكاية شكل. حتى الهدايا اللي بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها. مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مغشوشة، أنا كمان عشت غبية، لأني طول الوقت كنت بديك أعذار وأقول يا حرام حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شوية في شغلك. وأنت تقول لي لا معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مسألة حياة أو موت. أتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. أنا مستعد أنزل دلوقتي حالا أطلق الست التانية. كده بمنتهى البساطة ولا كأنك عملت حاجة. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شاريني، لو كان شاريني ما كانش خدني. أنا عايزة أعرف حاجة واحدة بس، ليه عملت كده؟ ما أنا لو كنت رفضت إن أنت تتجوز كنت هقول معذور. ده أنا اللي قلت لك روح اتجوز بعد آخر عملية تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟
علشان بيحبك يا راجية. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجه. اهدي يا بنتي بس، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك في اللي انت عايزاه كله. اتطلق. ايمي انت عرفتي بيتي منين؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. بقول لك ايه، انا معايا ستاف يجنن ومعايا نص فلوس ومحتاجه حد يكمل لي الباقي. بصي انا عايزه 2000 جنيه بس، ها ايه رايك؟ لا يا ايمي انا بطلت. تبطلي ايه يا بنتي؟ بلاش هبل. بصي نصيحه من اختك، شيليه عندك، مسيرك هتتزنقي وتحتاجيه وساعتها هتزعلي. ها انجزي، هتجيبي الفلوس ولا ايه؟ الواد الديلر تحت مستنيني في العربيه. انت لسه هتفكري؟ ماشي، هخش اجيب لك الفلوس من جوه. تمام. يلا يا بنتي انت لسه هتفكري، انجزي. هاتي الفلوس، حلال عليكي. هطير انا بقى، هشوفك في الباب. سلام. ادخل. يا باشا عملت ايه؟ احنا فرغنا كاميرات البنك المتحد اللي في شارع 9. هي صورت عربية بتجري بعد الحادثة بدقايق، احتمال كبير تبقى العربية اللي استخدموها في الواقعة. أنا جبت رقمها وبعتها لمروان بيه ومستني التقرير. قضية كبيرة زي دي مش تتحل بالطريقة التقليدية اللي انت متعود عليها دي خالص. قصدك يا باشا؟ قصدي انها لا هتتحل بالطب الشرعي ولا بالمعمل الجنائي ولا بتقرير العربية اللي انت جايبها. العربية دي هتطلع مسروقة، لأن الناس اللي بيعملوا حاجة زي كده تبقى ناس محترفة قوي وعارفين هما بيعملوا ايه كويس. اقعد يا ابني، مش هفضل باصص لك كده كتير، رقبتي وجعتني. تمام يا باشا، بس في حاجة غريبة شوية. ايه؟ احنا ليه ما حطيناش حراسة لثابت سعيد؟ هو ده مش شخصية عامة ومستهدفة؟ ومين قال لك يا ايور ان احنا مش حاطين حراسة؟ مفيش يا باشا، لو في يعني أكيد كنت هعرف. ما هو كده يبقى معناه رجالتي شايفة شغلها زي الفل. مش فاهم يا باشا. فاهمك يا سيدي. معناه ان انا حاطط عليهم حراسة، لا حد شايفهم ولا حتى ثابت ودني. لا ده شغل عالي قوي. الله يخليك يا حبيبي. عايزك بقى تتعود على الطريقة دي، لأن أنا دايما شغلي بره الصندوق. تقرير مرور الغربية يا فندم. روح يا ابني نعمل لنا 2 قهوة من قهوة الباشا. تمام يا فندم. شاي. قهوة عشان مش هتنزل أجازة. أمر يا فندم. اتفضل. في ايه يا ابني؟ فعلا يا باشا، التقرير بيقول ان العربيه مسروقه من 3 شهور، صاحبها مبلغ بسرقتها، وامبارح لقوها غرقانه في ترعه في الفيوم. يا ابني انا مش قايل لك الكلام ده من الاول، هو انا مهندس ديكور؟ الله ينور يا باشا. عايزك بقى الفتره الجايه تفكر في القضيه دي زي ما انا بفكر بالظبط. طب انت رايك نشتغل القضيه دي ازاي؟ اقول لك نشتغل القضيه دي ازاي. ركز بقى معايا عشان الكلمتين اللي هقولهم لك دول مهمين قوي. اهدي يا ريم، مش كده. انا ايه بس يا سهيل، انا ضعت خلاص. يا بت بلاش هبل وشغل السيما ده، دي عمليه بسيطه وهترجعي زي ما كنت. انا مش على عمليه بس يا سهيله، الفلوس دي كلها هجيبها منين؟
لا تدبر ان شاء الله، انت امك ملهاش غيرك واي مبلغ تدفعه. انت مش فاهمه حاجه يا سهيله، مش فاهمه حاجه. الموضوع ده عامل زي الشجره، كل يوم بتكبر. وهو طبعا زمانه بقى دلوقتي بيلم ملايين ملايين يا سهيله من ورايا، من الناس اللي تحت في الابلاين. هو انت مش قلتي ان الشغل كله اونلاين؟ يا سلام، والناس بقى اللي في اسكندريه دول يعرفوه ولا يعرفوني انا؟ يعرفوني انا طبعا يا سهيله. الله يحرقك يا شريف الكلب، بقى كل ده يطلع من الواد السهتان ده؟ انا اللي استاهل ضرب الجزمه، والله انا فعلا اللي استاهل ضرب الجزمه. انا كنت بتريق على ماما عشان كانت بتخاف عليا. يا ريتني كنت سمعت كلامها، يا ريتني كنت سمعت كلامها، بس انا غبيه. ايه دي يا ريم؟ مش كده. انا مش عارفه اعمل ايه سهيله، حاسه اني هموت. ايه يا عم ثابت، مالك؟ ينفع كده؟ كل ما اخش عليك الاقيك بتعيط ولا دموع الغالية دي نازلة؟ ما ينفعش والله. والله هتبقى زي الفل وهتخف وهترجع احسن من الاول، وصوتك هيزلزل المحاكم من تاني، صدقني. بس انت مش مصدقني؟ بكره تشوف، بكره هتبقى زي الفل. وبعدين يا عم ثابت، انا بستمد منك قوتي طول ما انت جنبي. انا عارف ان اي مشكلة هتواجهني اعرف احلها. معقولة بقى الجبل والسند لما يتعرض لمشكلة ما يعرفش يتغلب عليها؟ لا يا عم ثابت، انت قدها ودود. لعلمك بقى في ناس كتير قوي بتسأل عليك. انت لو فكرت تنزل الريسبشن هتلاقيه مليان، ناس عايزة تطمن عليك وتشوفك. اجمد قدها وقدود يا عم ثابت، هتخف ان شاء الله. انا هنزل اقعد مع الناس شويه وارجع لك تاني. وحياتك عندي ما هرتاح ولا يهدى لي بال غير اما اعرف مين اللي عمل فيك كده، وهجيب لك حقك بحق كل حاجة حلوة عملتها عشاني، وعمرك اللي اديتهولي كله. مش هسكت، مش هسكت يا عم ثابت، وهجيب لك حقك.
شو يا اخي؟ هون ما بينفع حدا يقعد مع حاله هيك، يلا هيس. يا عم انا غلطان جيت معاك اساسا. ميشيل مين دي اللي شاورت لها دي؟ دي لمار بنت خالتي، ماركتينج في شركه كبيره جدا في ابو ظبي. ماركتنج فعلا. ماركتنج خالص. تعالي يا لمار. ميسيو كيفك؟ ايه كتير منيحة اقعدي هون. هاي اهلا وسهلا، اتفضلي. يلا اقعدي. عرفكم ببعض، المهندس ناير صاحبي من مصر وساكن معايا في البنايه. يا اهلا وسهلا شرفنا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا لمار قمر العيله بنت خالتي. يا ريتك جيتي بكير يا لمار، يا ريتك جيتي بكير يا لمار. ليش شو في شو صاير؟ ما في شيء، رفيق هيدا لا بيضحك ولا بيبتسم غير لما جيتي. انت هتفضحنا بقى ولا ايه؟ معقول؟ ليش ما عم تضحك؟ اضحك. انا بضحك. اضحك. الجو كتير منيح هون ما هيك؟ هيك جدا. قول يا رائف عمي عامل ايه؟ والله يا حسنى هو زي ما هو. معلش الحاجات دي بتاخد وقت طويل شوية. انا مش هسكت ولا يهدى لي بال الا لما اخد حقه بايدي. كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده عيب عليك، ده انت راجل مثقف ومتحضر ومهندس قد الدنيا. هي ايه البلد ما فيهاش قانون؟ هو القانون يعني كان عمل لي ايه لغايه دلوقتي؟ ما انت امرك غريب، يعني انت عايزهم يعملوا المصيبة النهاردة ويمسكوهم النهاردة؟ ما نشوف. بقول لك ايه صحيح، انا كان معايا حاجه كده يعني هديه كنت عايزك توديها للراجل. انا بجد مش مصدقك. هو انت في ايه ولا في ايه يا رائف؟ ما هو اصل اظن يعني ده انسب وقت عشان ندي الراجل الهديه يعني. ايه يا حسن الجمال والطعامه دي؟ يبقى رائف بقى كان عنده حق. ليه؟ كان متأكد ان الهدية دي هتعجبك قوي قوي. عشان قاعده لوحدي يعني؟ ما تبقيش حساسة كده، عشان عارف ان انتي بتحبي الكلاب. طب ما المعادي كلها عندها كلاب. نسيت اقولك بمناسبة الكلاب، الكلبة بنتي قاعدة في اسكندرية ومش عايزة ترجع بحجة انها لسه ما خلصتش شغل. ايه رأيك بقى في الموضوع ده؟ سيبيها تتنفس يا حسن، هتفضلي كابسة على نفسها لغاية امتى؟ حرام عليكي. ايه مريهان؟ الحقيقة يا دكتورة. في ايه مالك؟ حاسة بايه؟ أنا بموت. خليكي دايسة عليها شوية. الحقنة دي هتحسنك كتير. طب دي فيها ايه خطر على البيبي؟ يا سلام، يعني انت خايفة من الحقنة وما كنتيش خايفة من الهباب اللي انت خدتيه؟ اولا الجرعة اللي انت خدتيها دي ضيعت مفعول الدواء اللي انا اديتهولك، عشان كده جالك هبوط. اما شفتها قدامي ما قدرتش امسك نفسي، ضعفت. امال ايه الكلام اللي انت قلتيهولي قبل كده؟ انا عندي اراده وانا وضعي مختلف. ايه كنتي بتضحكي عليا؟ دي اخر مره، انا لو هموت مش هعملها تاني. لا ما هي فعلا هتبقى اخر مره، عشان انا بعد كده مش هبقى مسؤوله عنك. انت فاهمه ولا لا؟ هتشوفي، اوعدك انك هتشوفي بني ادمه تانية. انت مش مصدقيني؟ نفسي اصدقك. لا صدقيني. اوكي هصدقك المره دي.
شكرا. العفو يا متعبه، ما نبنيش بس غير ان انت جبتيني على ملا وشي وسيبتيني البوبي اللي لسه جاي لي هديه. بوبي؟ بجد انا بحبهم قوي، ليه ما جبتيهوش معاكي؟ وهو ده وضع برضه اجيب فيه بوبي؟ سبته عند واحده صاحبتي. انا اسفه على التعب والقلق اللي انا مسببه لك. حصل خير، بس دي اخر مره. خلاص بقى والله اخر مره. ايه يا حبيبي مالك؟ مالي ايه بس يا حبيبي؟ رهيبه عماله تتصل بيا. عادي مشغول في العياده دي، مش اول مره. النهار طلع خلاص. هبقى اكلمك. الو. ايوه يا هبه يا حبيبتي، مالك في ايه؟ قلقانه ليه؟ زمانه جاي، تلاقيه في العياده. بقولك ايه، انتي خليتيه يدفع لك اشتراك الجيم؟ عايزين نلحق الاوفر يا بنتي ونروح سوا. طيب هكلمك تاني. ماشي يا حبيبتي. طمني يا باشمهندس، اخبار استاذنا ايه؟ والله الاخبار مش ولا بد. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا ينتقم من اللي عملها وياخده اخذ عزيز مقتدر باذن الله. اللهم امين. قول لي يا عم مونس، انت مش شاكك في حد؟ قصدك عماد وصفي؟ لا ما اعتقدش. ليه بتقول كده؟ رغم ان كل الشبهات بتدور حوالين الراجل ده. عماد وصفي راجل جبان. انت تعرفه قوي كده؟ يوه، انا قبل ما اجي اشتغل اهوت كنت شغال موظف في الشؤون القانونيه في الشركه بتاعته. انا اول مره اعرف الكلام ده. وكنت شغال في شركه عز الدين نديم. عز الدين نديم ده رجل الاعمال المعروف دلوقتي قوي. ايوه. قبليها بقى كنت عند عماد وصفي. جرى يا عم مونس، ده انت شكلك لافف وداير وعارف كل حاجه. يا باشمهندس يوه، هو الشعر ده شاب من شويه ياما دقت على راس طبول. بس على فكره يعني بالله العظيم مش عشان انت واقف، لا، احسن مكان استريحت فيه هو مكتب والد حضرتك. انا عارف، والدي كمان بيحبك قوي يا عم مونس. ربنا يطمنا عليه. طيب يا عم مونس، انا عايزك تجيب لي كل القضايا المهمه اللي كانت قدام الوالد في الفتره الاخيره. الله 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 الله، انت هترجع للمحاماه تاني ولصنص الحقوق تاني وتسيب الهندسه اللي درستها والشركه اللي فتحتها؟ هنعمل ايه بقى؟ زي ما بيقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لازم اعمل كده عشان اعرف مين اللي عمل كده في ابويا. ربنا يعطرك عليه. طب ثواني بقى تستريح واعمل لك فنجان القهوه على مزاجي انا واجيب لك كل الملفات اللي انت عايزها من عينيا. ربنا يديك الصحه يا مهندس. اتفضل. هتعملي ايه يا ريم؟ والله ما انا عارفه يا سويل اعمل ايه، بس انا يعني اللي متاكده منه ان انا لازم امشي كده كده دلوقتي علشان الحق ماما بقى قبل ما تنزل تدور عليا في الشوارع بالميكروفونات. هتقولي لها؟ اقول لها يا سهيله انت اتجننتي؟ انت عايزاها الطب تقع من طولها؟ المشكله دلوقتي
لو الناس بقى بلغوا البوليس وعرفوا يوصلوا لي. انا شايفه انك على الاقل تقولي لامك على موضوع النصب، عشان انت خلاص قعدك في البيت بقى خطر. ماما بقى هتعرف تخبيني من البوليس؟ على الاقل تستخبي لحد ما نشوف محامي كويس او يكونوا له قشر في الكلب ده. ربنا يستر يا سائل، ربنا يسترها معايا. انا بجد والله العظيم غلطانه اني ما سمعتش كلامها. ما كنتش اعرف ان هي خايفه عليا. انا غلطانه. ربنا يستر. انا لازم امشي بقى، اقوم اغير هدومي عشان امشي. بسم الله ما شاء الله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ بيتهيألي النهارده احسن كتير. الحمد لله. مش عارفه اقول لك ايه. لا ما تقوليش اي حاجه، ما بحبش الكلام ده خالص. بس انا شايفه ان انت لازم تدخلي مصحه. لا يا دكتوره، ارجوكي بلاش مصحات. ما حبيبتي انت هتخفي ازاي؟ شوفي اي طريقه تانية، بس بلاش والنبي موضوع المصحات ده. هخترع طريقه يعني؟ دي بروتوكولات وعلاج لازم تتنفذ عشان تخفي. نجيب ممرضه عندي هنا في البيت. مفيش ممرضين بيرضوا يقيموا مع مدمنين، بيخافوا حتى لو اديتيهم 1,000,000 جنيه. ارجوكي طب شوفي لي حل تاني، بس بلاش والنبي موضوع المصحات ده. طيب سيبيني افكر لك في حل تاني. ربنا يكرم ربنا يكرم، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. لا 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 بقول لك يا استاذه، لا اللي انت بتقوليه ده جنان، ولو اتمسكنا انا وانت والله هنقضي بقيه حياتنا في السجن. يا ابني واحنا داخلين نسرق؟ يعني هو البوليس بياخد بالنوايا يا استاذه؟ يعني احنا لما نتمسك في مكتب محامي كبير في نص الليل نقول له لا والله مش جايين نسرق، ده احنا جايين ندور على سبق صحفي ودليل في مكتبه على مين اللي حاول يقتله، فيقوموا بقى مصدقيننا على طول بقى ويمشونا ونقابه الصحفيين تكرمنا وتطلع لنا شهادات مش منطق. يا حبيبي يا حبيبي لازم تفهم اننا سلطه رابعه. يعني في 3 قبلينا ممكن ينفخونا اهو. يا ابني افهم، احنا سلطه رابعه واكيد داخلين مكتب محامي مضروب بالرصاص لغرض سبق صحفي. انا مش عارف افهمها لك ازاي. طب اللي انت بتقوليه يا استاذه ده مش مظبوط، ولو اتمسكنا هنقضي بقيه حياتنا يا في ترى يا في ابو زعبل على حسب المربع السكني. حمدي انا عارفه انا بعمل ايه كويس. بص بقى، احنا هنيجي من ظهر العماره ونطلع على الكمبريسور بتاع التكييف. نعم؟ نطلع على الكمبريسور بتاع التكييف. ده فيما يخص حضرتك. طب وانا الكمبريسور ايه ده اللي هيستحملني؟ ولو الكمبريسور ضغط على نفسه واستحمل ده المروحه هتفلق. انت ما بتفكريش فيا ابدا ابدا. ماشي يا جبان، خليك انت واقف تحت مراقب لي الجو وانا هطلع لوحدي عشان لما تقفش ما تبقاش تشيل هم. خلاص استني هاجي معاكي عشان انا مش جبان، بس انا هقف بعيد شويه عشان انت لو اتمسكتي بس ما تجيبيش سيرتي والنبي، وهصورك كام صوره كده وانت طالعه. ماشي يا حمدي. هنزلهم مع خبر القبض عليك. يلا يا حمدي. يلا يلا يلا. تحب قهوتك ايه؟ زيادة ولا مظبوط؟ تحب قهوتك ايه؟ زيادة ولا مظبوط؟ يا دي المصيبة، ده احنا لازم نبيع كل اللي حالتنا عشان ما تتسجنيش. نهار اسود.
احنا حتى لو بعنا المعاني دي كلها مش هنعرف اصلا ندفع للناس دول اي حاجه. بصي انا لازم الاقي شريف ده، هو ده اللي هيجيب لنا الفلوس. يا سلام، وانت لو لقيتي الزفت بتاعك ده هيديكي الفلوس بالسهل كده؟ معرفش، بس احنا نلاقيه بس الاول. بصي احنا بقى نكلم عمي وهو يجي من البلد يخطفه ونحطه في اي حته. اخرسي انت ايه؟ انت عامله يا بنت انت؟ عصابه ايه وخطف ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما احنا لو ما عملناش كده يا ماما نتسجن. انا عايزه اعرف الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ لا مش فاهمه قصدك يعني. الواد ده اخد منك الفلوس ازاي؟ انت كنتي قاعده في انهي اوتيل؟ ما انا قلت لك انا كنت اخدت شقه اجرتها. كنتي قاعده بقى فيها لوحدك ولا الواد ده كان معاكي؟ وده يا ماما اللي انت بتقولي ده هو انا يا ماما بتاعت الكلام ده؟ انت نصابه، انا ما عنديش ثقه فيكي. بصي لي هنا وانا بكلمك. شفتي اخرة عدم سماع الكلام اللي حصل؟ وديتي نفسك 60 دقيقة وكل ما يتكلم معاكي. انا كبرت، انا اقدر اعتمد على نفسي. ايه الاوفر ده؟ بس انت مش غلطانه، انا اللي غلطانه واستاهل ضرب الجزمه، لاني لو كنت لطشتك ما كانش ده حصل. والله ده ما كان حصل. اوعي تفتكري ان سكاتي على قله ادبك وتشويحك وبجحتك معايا ده كان ضعف مني، بالعكس انا كان نفسي تطلعي بني ادمه، نفسي تطلعي انسانه طبيعيه محترمه. كان نفسي لما اكبر واعجز وابقى كركوبه كده انت اللي تشيليني. بس تشيلي مين؟ انا هفضل اشيلك العمر كله، هفضل اشيل قرفك العمر كله. سامعه؟ عارفك اللي انا فيه يا شيخه. حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي. اعمل ايه يا ربي؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في المصيبه دي؟ اعمل أرجوك يا باشمهندس ما تفهمنيش غلط. يا باشمهندس أقسم بالله أنا ما حرامية، أنا صحفية من جريدة الحدث واسمي روان. انا عارفك من كتر مطارداتك ليا في كل حته. الحمد لله إن حضرتك افتكرتني. ايوه بس مش معنى ان انا افتكرتك ان انا مش هسجنك الليله. والله العظيم لو حضرتك عرفت أنا جاية هنا ليه هتشكرني. حبيبتي بطلي الحركات دي، ادمت جدا خلاص بقى. أستاذ رائف، وحضرتك لسه مصدق إني حرامية؟ ما حد ينط على حد في مكتبه في نص الليل يبقى اكيد حرامي. بس انا ليا سؤال عندك. هو انا لما كنت انا والوالد نازلين من المستشفى وكان المصورين والصحفيين حوالينا، كان معاكي ولد بكابوزه كده برضه يعني بيحاول يصور وكده، وانت كنت واقفه في مكانك ما اتحركتيش ليه؟ وحضرتك شفتني؟ شفتك، انت كنت في مكان ظاهر جدا والولد كان عمال يصور، وانا كنت متخيل ان انت هتيجي تاخدي مني كلمه ولا حاجه. حتى تاني يوم قعدت استنى، قلت يمكن تنزلي مقال او صوره او اي حاجه، ما لقيتش حاجه. نعم. معلش بس رجليا تعباني شويه. الله يكون في العون. استاذ رائف، انا صحفيه عندي مبدأ، وشرف مهنتي ما يسمحليش ان استغل موقف انساني زي ده عشان اعمل سبق صحفي. الله على شرف المهنه. لا بصراحه انت عجباني. شرف المهنه يقول انك في نصاص الليالي تنطي على مكاتب الناس عشان تاخدي اللي انت عايزاه من وراهم. لا ونعم شرف. شابوه بجد، شابوه. يا باشمهندس رائف، الغايه تبرر الوسيله، وانا غرضي شريف والله. ايه، قررتي تتجوزيني خلاص؟ طب لو حضرتك بس تسمح لي اتكلم لمده 5 دقايق، ولو كلامي ما كانش مقنع بالنسبه لك تقدر حضرتك تسلمني للبوليس. ايه رايك؟
اسلمك للبوليس. خلاص خلاص، كملي، قولي عايزه تقولي ايه. اتأخرت ليه طيب؟ اتأخرت ليه؟ أنا أكيد زمان اتقفشت. أنا حذرتها. ربنا يستر. المصيبة اللي هتجيب سيرتي في التحقيق، نهار اسود عليا ولا سنين السود. طب أنا أكلمها أو لا ما زمان الحكومة مراقبة التليفونات. استر يا رب، استر يا رب. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 قضايا مفتوحين وهم دول اللي عليهم الكلام. قضية عماد وصفي بتاعة البورصة، وقضية الشركة الأهلية للمطاحن بتاعة فؤاد سري، وقضية وزارة النقل، ودي اتفقنا بقى ان احنا هنستبعدها عشان ده اصلا مش اسلوب الدولة. انا مش حاسس ولا قضيه من دول هيوصلونا لحاجه. بعد كل الشرح والتعب ده انت احبطتني يا باشمهندس. في حلقه مفقوده لازم نوصل لها، مش هنوصل لها بسهوله. احنا فعلا محتاجين وقت. بقول لك ايه، كفايه كده النهارده. قوم شيل يلا السبوره ديت وامسحي اللي عليها، لحسن لو مؤنس جه بكره ولقاها يعمل لنا حكايه. ماشي. وبكره خلينا نتقابل هنا في نفس الميعاد. تمام. بس انا بكره مش هاجي لوحدي. ما اللي هتيجي مع مين؟ حمدي. لا كلاب لا. عيب انا مصور محترم. يا لهوي، ده بيترعب من الكلاب. انا لازم امشي. بكابوس ده بيترعب من الكلاب؟ ده لو اتاوب هشفطهم. الحاجة دي تمام، مستنيك كل مرة بقى. مساء العسل يا فارس بيه. انت غيرت المكان ولا ايه؟ دواعي امنيه بقى. وانت بيهمك يا عمهم؟ حرص ولا تخون يا فارس باشا. المهم جاهز؟ مرعي دايما جاهز. المهم ستاف 100 نمبر 1 يا ريس. حبيبي. ميت بيس عليك. صباح الفل.